غير جملتين اثنين. السلف الصالح اللي فاهم يعني ايه دين، فدول مش سلفيين، دول سفليين مدعين على الدين يركبوا الدين. ايوه سفليين وصار نسميهم سلفيين. دول ما يستحقوش كلمة سلفيين ولا سلف صالح، سلفيين وتلفيين. والاخوان ما ينفعش نقول عليهم اخوان لا اخوات لا ولا اخوات دول الاخوه الاعداء. الاخوات نزلوا الدرجه. الاخوات في الميدان اهو، الاخوات في الميدان. احنا بقى عايزين بقى احنا بقى كرجاله عايزين نقول لكم حاجه. اهتز لها كل حجر وكل شجر. اين انتم من النخوه؟ اين انتم من نخوه المعتصم؟ اين انتم من الرجوله؟ اين انتم من الرجوله؟ نزلوا بتسالوا انها نزلت ليه؟ نزلت عشان انها عندها رجوله، وانت خسيس وخنزير. لازم تعمل تغيير دم، بدل من دمك تغير دمك وحط ميه ساقعه ميه بارده. هم بيقولوا ان هي نزلت ليه؟ هم نسيوا جمعه كندهار، نسيوا لما سحبوا حالات الاتوبيسات وجابوهم على الميدان، ولا هم حلال ولا يهمك ولا يهمك. ان شاء الله ربنا هينصركم يا جماعه. نحن نتبرأ من آرائهم الذين يتكتبون الدين ويتقولون باسم الدين وهم ليسوا رجال دين. اليوم يقولون يعرف الجيش ان احنا خط احمر، المصري خط اغراضهم. والله ان الاسلام بريء منهم ومن افعالهم. الشيخ ياسر اللي جه في برنامج الحقيقه وقال ان كاميليا شحاته اشهرت اسلامها واصبحت اختا لنا، وطلعوا قدام الكنيسه يهتفوا عايزين كاميليا. طب والبنت اللي اتعلقت كاميليا ولا هي فتنه طائفيه وبس؟ يا دعاة الفتنه الطائفيه، نساء مصر المنقبات ضد الفتنه الطائفيه ومش هينتخبوكم لانكم سقطتم في نظرنا وسقطتم في قلوبنا وسقطتم في عقولنا وهتعرونا. والله عرتونا البلد كما عريتم نساءنا. عرتونا. ونحن ضدكم. والله اشهد الله انه لو هناك مسيحي مترشح وهو عنده مبادئ اكرم منكم لهنتخبه والله. لا عصبيه بعد اليوم ولا فرقه بين مسلم ومسيحي بعد اليوم. انا عايزه ابلغ كلمه لكل شريف في مصر، لكل محترم في مصر، ان كنت ترضاها على بنتك يبقى فعلا ترضاها على اي حد مصريه. وببلغ المشير النساء في التحرير الى ان تسكت يا مشير. النساء ان كيدهن عظيم، واحنا هنا موجودين عشان نقول في البلد دي كده كيد النساء غلط، كيد المشير كيد النساء غلط، كيد المشير. يسقط حكم العسكر. يسقط الطنطاوي. الاخوان والتلفيين والسفليين ان دول مأجورين لابسين نقاب. ممكن ندعوا ان دول مأجورين لابسين نقاب عشان خاطر يسيئوا لهم من غير حاجه. السائد صورتهم خلص، السائد صورتهم خلص. بس حتى لو دخلوا البرلمان يشربوه. هو اللي مأجور من السعوديه ومن امريكا ومن قطر، بيجي له من تحت الترابيزه، عشان كده خرصان. يسقط الطنطاوي بالجزمه زي بوش، بالجزمه زي بوش، وهيقوينا ربنا عليه زي بوش. هنديله بالجزمه. ولا احنا مأجورين ولا احنا غاصين ولا حد دافع لنا فلوس. هم اللي عارفين مين اللي شبابنا رجاله، بس هنوري الرجوله بتاعت النسوان. ميزانيتكم جايه منين؟ وشوفوا امريكا اللي بتديكم الميزانيات وبتصرف على الجيش المصري وبتصرف على الداخليه. ده انتوا بتاخدوا زي مصر كلها بتاخد معونه. شاطرين تقولوا الكذب بتاعكم على شباب 6 ابريل، وكل ما حد يتكلم باسم الحق يطلع مندس وعميل ومأجور. اذا كنا مأجورين فنحن مأجورين باسم الحق. أجرنا الله سبحانه وتعالى حتى ننطق كلمة حق. المجلس اللي جاي في واحد مسيحي بيقول هيرسم بسمة على وجوه الأطفال المساكين، هيرسم الأمل لشباب بكرة. أنا مستعدة أنتخب النهاردة أي إنسان يرسم بسمة على وجوه الأطفال أو يرسم الأمل للشباب. أنا مستعدة النهاردة أضحي بنفسي تحت رجلين الشعب كله، بحيث إن ألاقي إنسان صالح فعلا يحكم لي البلد دي بما يرضي الله.
من غير ما يكون مستني عمولة، من غير ما يكون مستني ما يملى عليه من امريكا واسرائيل، من غير ما يستني اي قرارات من اي حد. انا مستعدة من اي حد ان احنا كلنا محتاجين انسان شريف يحكم البلد دي، انسان فعلا يعرف معنى الشرف، معنى البنت اللي اتهزت هنا ويجيب حقها. انا مش عايزة حقها اعتذار، انا مش عايزة حقها اموال، انا عايزة حقها كرامة. يعني ايه معنى الكرامة؟ كومنت صورة المرأة عورة اثناء الدعاية الانتخابية، لكن لما تتكشف كلها مش عورة. لان هم لا تعليق. لان الله قد عراهم، ان الله سبحانه وتعالى عرى الاخوان المسلمين والسلفيين واشباه الرجال وكل اللي قاعدين في بيوتهم. ربنا اللي عراهم، ربنا اللي عراهم وكشفهم. المجلس والشرطه العسكريه عرت بناتنا في الميدان، وربنا سبحانه وتعالى عرى كل رجل هو ذكر وليس رجل، عراه امام الوطن وامام الجميع وامام العالم اللي قاعدين بيصونوا حرمه الصناديق وبيخبوا الصناديق وما بيصونوش حرمه واعراض النساء. والله ليسوا برجال، الرجال هم يا اخوان يا سلفيين، الرجال في الميدان يا اخوان، الرجال في الميدان، الرجالة في الميدان والجماعة في البيت. وبعدين انا عايزه اقول حاجه، هم اللي في الانتخابات دول مش قاعدين المنقبات موقفينهم يدعوا الناس ينتخبوا مين ويعلموا على مين؟ مش هم برضه نساء؟ واللي قاعدين يفرزوا في الصناديق مش برضه بنات؟ واللي رايحين ينتخبوهم مش برضه بنات ونساء؟ ولا هم اللي بعد ما يستخدمونا بعدين يرمونا نتعرى نتكشف؟ مش مسؤوليتهم ولا قضيتهم، نازلين ليه؟ هي دي القضيه. كلمة اللي كانت اتعرض دي لو اتعرض في محافظة كان لسه اللجنة المرحلة بتاعتها الانتخابية ما حصلتش، كان زمانهم انتفضوا ليها. ايوه، انما دي اتعرض هنا في القاهرة كانت مرحلتها انتهت. هنا بنتكلم عن المحافظة، حضرتك كان من السوق. ايوه يا ربنا يبارك لك يا احنا بنتكلم على مفيش بقى من محافظة ولا بلد، احنا كلنا بنمثل. ايوه دلوقتي كلهم فهموا وانت الوحيد اللي ما فهمتش. ماشي، انا بس بحب افهم بس بزيادة. لا انا بتكلم عن الانتخابات. يلا هنكمل رسالتنا. شكرا يا شباب.